السلام عليكم وتحية طيبة لجميع متتبعين قناة ميس إكرام فين ما كنتم. أصدقائي، اليوم غنهضروا على موضوع ديال الفيزا. غنجاوب على التعاليق ديال بعض الأشخاص اللي كيطرحوهم عليا في بزاف ديال الفيديوهات بخصوص تكاليف الفيزا، يعني المصاريف ديال الفيزا. انا كيقولوا لي خصني ندفع الفيزا وما عرفاش شحال المصاريف خصني. اول حاجه شحال خصها يكون عندي في البنكه، وشحال المصاريف، يعني المبلغ اللي كنخلصو في القنصليه زائد التامين زائد الى غير ذلك. هادشي كامل غنشوفو اذا تبعتوا الفيديو حتى الاخر، وكنتمنى انكم تعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وكنشكر الناس اللي كيعملوا لي التعاليق مزيونه. اذا اصدقائي، باش بلا ما نطول عليكم، كما كتعرفوا ان اي واحد كيفكر يدفع الفيزا كيفكر كذلك في المصاريف والتكلفه اللي غتكلف له هاد الفيزا. وهنا كيختلف التكلفه ديال الفيزا على حساب الملف، وعلى حساب شكون اللي غيجمع لك الملف. كاين اللي غادي يدفع الملف ديالو شي كونطابيليتي، شي كونطابل هو اللي غادي يتكلف له بالدوسي ديالو، هنا كتخلص زايد. وكاين اللي غيتكلف بالدوسي بيدو، مثلا هو اللي غيمشي يعمل لاسيرونس، غادي يترجم الوراق راسو، غادي يمشي للقنصليه، مثلا غيمشي الملحقه، غادي يمشي مثلا ما يمشي في اي بي، كاين اللي غيمشي في اي بي. يعني الثمن بالنسبه ديال الفيزا كاين في اي بي الثمن بوحدو والعام بوحدو. اذا نبداو من الاول بانك شخص باقي ما عندك لا باسابورتي، ما عندك حتى شي حاجه. اول حاجه، ما عندكش باسبور، خصك تمشي تعمل باسبور، خصك واحد 500 درهم ديال السي ديال الباسبور، كتخلص ديك التامبر زائد الصور الى غير ذلك اللي كيحتاجو في الباسابورتي. من بعد ما يوجد لك باسبورت، شنو كتعمل؟ كتجمع الوثائق، كتشوف الوثائق اللي خصهم يترجموا. مثلا الا كنتي مزوج غادي تترجم عقد الزواج، يعني كتمشي عند المترجم كيترجموا لك كل واحد ولا حساب. تينا سقسي، كاين اللي كيترجموا ب 200 درهم، كاين اللي 150 درهم، كاين 250 درهم، كل واحد ولا حساب كل المهم على حساب المترجم اللي غادي تمشي عنده. يعني تينا دور في السوق وشوف. هذا اذا كنتي مسالي وعندك الوقت وبغيتي تقام لك البخيصه. اما الا كنتي ما مساليش وباغي تدفع الفيزا تمشي عند شي كونطابل، ديك الساعه كيبقى حاجه اخرى. اذا كنتي غادي تدفع بشي مثلا بلا كريمه، او لا عندك شي وثيقه غتدفع بها، يعني اللي غادي تكون الضمانه ديالك، كنتي سائق تاكسي مثلا، خصك تترجم ديك عقد الكراء اللي اذا كنتي كاريها، او لا الا كانت عندك لاكريمه ديالك خصك تترجم ديك لاكريمه. ولاكريمه كترجم من 300 درهم حتى 400 درهم على حساب كل واحد. انا قلت لكم كل واحد على حساب المترجم. كنتي سالاري كتكون مهني من هذا الشيء هذا، او لا الا كان عندك سجل تجاري كتكون مهني من هذه الترجمه ديال هذا الوراق. بحال اللي قلت لكم، انا زدتكم عند الناس اللي خدامين سائق تاكسي وكيدفع بلاغريمون، هذيك هي اللي كتحتاج الترجمه. دابا هنا باقيين كنهضروا على الترجمه. وثاني حاجه او ثالث حاجه، من بعد الترجمه خصك تقطع واحد التامين، لاسيرونس. لاسيرونس كيختلف على حساب الا كنتي نتينا عندك حساب في شي بنكه كيكون الثمن في شكل، واذا كنتي غتمشي لشي لاجونس ديال التامين غتقطع كيكون الثمن في شكل. مثلا غتمشي لشي لاجونس ديال التامين غادي تقطع فيه لاسيرونس مده ديال 6 شهور ولا مده ديال 3 شهور، كاينه ولا مده العام. المهم كيعطيك مده ديال 3 شهور بثمن 450 درهم للفرد الواحد. اذا كنتي فاميلي ديك الساعه كيعملوا معك واحد الخصم، يعني كتقطع كينقصوا لك شويه على حسب كل فرد، ماشي 450 درهم لا فامي ديالك كامله. كل فرد كيقدروا يعملوا لك على حسب لاجونس. كاين اللي كتعمل لك 400 درهم، كاينه 350 درهم 3 شهور على حسب. ولكن من الاحسن اللي غنصحك انك تمشي تقطع لاسيرونس من البنكه واللي نتينا فاتح حساب عندها. الا كنتي بنك الشعبي فراهما كيعملوا واحد التامين اللي هو مزيون. علاش كتخلص 450 درهم وكيعطيوك التامين ديال عام وقابل للتجديد. والحاجه اللي خصك ترد منها البال هي انك ملي تعمل تقطع لاسيرونس عندهم، خصك ملي قرب الشهر 12 مثلا في الاخر ديال العام، تبقى واحد السيمانه باش تدخل شهر واحد، كتمشي عندهم كتقول لهم انا خصني نلغي ديك لاسيرونس، يعني كمل لك العام. ملي كيجي العام اخر كيتجدد اوتوماتيكمون بلا ما كتمشي عندهم كتقول لهم انا خصني نعاود نعمل التامين. علاش كنقول لكم البنكه؟ لان انت تقدر تدفع الفيزا يعطيوك فيها شهر، تقدر تدفع الفيزا يعطيوك فيها شهرين 3 شهور، صافي ديك 3 شهور كتكون مثلا سالات لك الفيزا، عاوتاني بان لك عاد ترجع عاوتاني مره اخرى، وخصك عاوتاني ديك 450 درهم. ديك 450 درهم يمكن لك تقتصدها تكون عملتي قطعتي بها. و450 درهم اللي كنقول لكم انا
باغ لا فامي، يعني لا فامي الاسره ديالك الا كنتي نتينا ماشي نتينا والزوج والزوجه مثلا والاطفال، يعني هما كيعملوا لك الا كانوا جوج الاطفال والزوج والزوجه كيعملوا لك الثمن في البنك الشعبي. اذا هادو هما الامتيازات اللي كيقدموها الخدمات ديال البنك الشعبي. اذا حتى لهنا مفهوم صافي، عملتي الباسبور، خلصتي التمبر ديالو، ترجمتي الوراق ديالك، قطعتي التأمين ديالك، دابا ندوزو للقنصليه. القنصليه ملي كتمشي للملحقه او القنصليه نمشيو للملحقه كتخلص الفيزا. اذا كان الشخص من 12 عام فما فوق كتخلص واحد 80 اورو اللي هي كتجي تقريبا واحد 880 درهم. وبالنسبه للاطفال اللي من 6 سنين حتى 12 عام كيخلصوا 40 د الاورو، 40 د الاورو اولا على حسب كانوا كيخلصوا 35، ولكن على حسب في الملحقه كتخلص 40 د الاورو. في القنصليه 35، ملي كتمشي ملحقه كتخلص 40 د الاورو. عاوتاني ملي كتمشي للقنصليه، يعني انا كنهضر على سابقا كان كتمشي للقنصليه فيزا كتخلصها شي 63، ولكن ملي كتمشي للملحقه كتخلصها ب 88 880 درهم. اما بالنسبه للاطفال اللي قل 6 سنين، يعني من 5 سنين فما تحت، هادو ما كيخلصوش، معفيين من رسوم الفيزا. دابا غادي تكون وصلتي لواحد 2000 درهم حتى 2500 درهم على حساب على حساب الترجمه اللي غادي تترجم. اذا زدتي الترجمه شي اوراق ديك الساعه كتزاد عليك. المهم هنايا من انا قلت لكم من 2000 درهم حتى 2500 درهم. من بعد صافي وجدت لك الفيزا ان شاء الله قبلوها لك، صافي كلشي هو هذاك. عادي تمشي تسافر، عتسافر عتختار يا اما الباطو يا اما الطياره. يعني الطياره تقدر تقام لك رخيصه على الباطو اذا قطعتيها قبل المده اللي غتسافر فيها. مثلا كنتي غتسافر حتى الشهر اللي ما جي ولا على حسب شنو يعطيوك، كتقطع الطياره على بكري، اولا كتبقى تفتش في يعني التذكره ديال الطياره اللي كتكون رخيصه، كتبقى تفتش في المواقع، كتمشي لديك ايدريم، كاين بزاف المواقع اللي كيخليوك انك تفتش وتجبر التذكره ديال الطياره رخيصه. تقدر بعض المرات تمشي غير 100 درهم، 100 درهم مغربيه، تسافر بها مثلا اسبانيا ولا فرنسا ولا حسب الوجهه ديالك اللي غادي تمشي لها. تقدر بعض المرات الرحله واحده تقام عليك 3000 درهم. تينا دائما الا كنتي باغي تقتصد وتمشي تسافر، يعني عندك واحد المقدار لا باس به ديال الفلوس وخصك تمشي تينا كيعجبك تمشي تسافر سياحه هذا، هنايا يمكن لك تبقى تفتش. انا قلت لكم على الرحلات اللي كيكونوا اقل تكلفه واللي تقدر تمشي بعض المرات تكون عارف راسك فوقاش راجع، كتمشي الي وروتر، كتقطع الي وروتر ب 100 درهم حتى 200 درهم ماشي مشكل. اما الا كنتي تينا والافراد الاسره ديالك تقدر تجبر 1000 درهم 1500 درهم حتى 500 درهم، كتمشي تينا الزوجه والزوج وجوج الاطفال ولا ثلاثه الاطفال تينا وعلى حساب الحجز ديال الطياره اللي فتشتي عليه. وهنايا كتكون وصلت لك التكلفه ديال الفيزا ديالك بواحد 3000 درهم اولا 3500 درهم، فيها الفيزا فيها كل شيء زائد الطياره اولا الباطو. دابا ندوزو شحال خصو يكون عندك الحساب في البنكه. هنايا كنقول لكم دائما وكنقول لكم وكنعاود لكم، ماشي ضروري تكون عندك واحد الكميه ديال الفلوس من 10 المليون فما فوق، وانما خصو يكون عندك واحد الثمن اللي هو معقول. يعني الحساب ديالك خصو يكون فيه الحساب شنو نتينا خدام، كنتي صالاري خصو يكون الحساب البنكي ديالك على حساب داكشي اللي كتخلص به في الشهر. كنتي تاجر عاوتاني خصو يكون ماشي نتينا خدام مثلا في الشركه كتربح 5000 درهم ولا 4000 درهم ولا هادي وعامل لهم في البنكه 20 مليون معي باش تقبل لك الفيزا، هذا لا. هذه ديما كنقول لكم. وكنتمنى اذا اصدقائي من هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وكنتمنى التوفيق للناس اللي كيدفعوا الفيزا، ان شاء الله ما ترفض لهم شي، واخا مؤخرا في هاد الشهور الاخرانيه راه كيترفضوا بزاف، ولكن على العموم كنتمنى من الله خير للجميع والى اللقاء.